شاب مصري في إيطاليا بقاله سنة ونص وبسبب الديون اللي عليه حوالي أكتر من 700 ألف جنيه. بدأ يكلم نفسه وجت له حالة نفسية وبدأ ينام في الشارع وما عادش واعي لأي حاجة بيعملها وبقى كمان فاقد للذاكرة. ودي صورة الشاب المصري محمود قنديل اللي كنا بنتكلم عنه ان هو مختفي تماما ومحتاجين حد يساعده في شوارع بولونيا. قبل ما اشرح لك قصة محمود واللي حصل له، عاوزين اي مكتب استشارات قانونية في بولونيا او ميلانو يقف جنب محمود، او اي محامي او اي حد من مغربي تونسي مصري عربي يقف جنب محمود من فضلكم. محمود دلوقتي في المستشفى وفي امل ان هو يتعالج، بس لازم يخلص ورق لانه كان عنده ورق تقريبا ومحتاجين يخلصوا بقى الاجراءات عشان يجددوا له الورق. فمن فضلكم بترجاكم اي مكتب استشارات قانونيه يطلع يعلن ان هو يتبنى حاله محمود لحد ما يطلع من الازمه اللي هو فيها. محمود شاب مصري على 6 بنات، ومن فضلك كمل الفيديو للنهايه عشان احكي لك قصه محمود واقول لك ازاي توصل لمحمود. قبل ما ادخل في اي تفاصيل، محتاجين مكتب استشارات قانونيه او محامي او حد بيفهم في القانون يتبنى حاله محمود لحد ان شاء الله ما يخف ويقوم بالسلامه. محمود شاب مصري بقاله سنه ونص في ايطاليا شغال وحالته كانت زي الفل، ولكنه على 6 بنات. كان بيساعد اخوات البنات واهله لان والدته متوفيه وهو يتيم الام وولد وحيد. محمود جه هنا علشان يبني حياته ويحقق لاهله دخل كويس ومعيشه كويسه، ولكن محمود زي الاف الشباب جه مديون في ايطاليا وكان عليه حوالي ديون 700 الف جنيه تقريبا، وبسبب الديون دي محمود ما كانش عارف يسدد منين ولا منين، ومصاريف البيت والحياه الغاليه في ايطاليا والمصروفات الكتير قوي وكمان المرتبات الضعيفه. للاسف محمود سلم نفسه لدماغه والتفكير السلبي لحد ما دماغه سيطرت عليه وبدا عقله يسحب منه وبدا يكلم نفسه ويمشي في الشوارع وما يكلمش اي بني ادمين ويتكلم كلام غير منطقي، وكمان فقد جزء كبير جدا من الذاكره. طبعا محمود ولا كان له في الشرب ولا كان له في اي حاجه. محمود شاب مصري من السنبلاوين وهاجر لايطاليا يسعى لقمه عيشه زي مئات والاف الشباب. محمود شاب مصري مثال للنخوه والكرامه والقيمه الحقيقيه، لان الراجل الحقيقي اللي يفكر في ديونه ويزعل عشان مش قادر يسدد ديونه ونفسه يعيش اهله ويعيش هو كمان في مستوى كويس. ولكن للاسف محمود ما قدرش يتحمل التفكير في الديون والفلوس اللي عليه والوصولات اللي ماضيها. حضراتكم اخواته البنات مش طالبين منكم اي حاجه غير ان مكتب استشارات قانونيه يعلن تبنيه لحاله محمود في ايطاليا. محمود دلوقتي في مستشفى في بولونيا، مش محتاجين اي حاجه. محمود ما ينفعش ينزل مصر. من فضلكم بلاش تعليقات سخيفه وناس تقول نزلوه مصر. شاب زي ده عليه ديون كتير جدا ووحيد على 6 بنات، فمن فضلكم في امل ان هو يتعالج ويرجع طبيعي ويشتغل ويسدد ديونه بنفسه. فمحتاجين حد يتبنى حاله محمود. في رقم شاب مصري موجود جنب بولونيا وعارف كل حاجه عن محمود وعارف اسم المستشفى وعارف هم محتاجين ايه وممكن يوصلكم بمحمود. رقم الشاب المصري اسمه استاذ محمد، رقمه 377 33 8 1. الرقم قدامكم على الشاشه، كتبته تاني. فضلكم اللي يتواصل مع الرقم ده يكون حد فاهم في القانون عشان يساعد محمود ان هو يجدد ورقه. الرقم اللي قدامكم دلوقتي رقم شاب مصري اسمه محمد، هو اللي عارف عنه كل حاجه وعارف هو مكانه فين وعنوانه فين ويقدر يوصلكم بيه. فمن فضلكم اللي يتواصل عشان يساعد. اهله مش محتاجين اي حاجه ولا اخواته طالبين اي حاجه ولا مساعده، بس طالبين ان ابنهم يتعالج هنا ويرجع يشتغل زي الاول وربنا يكرمه ويوفقه ويسدد ديون اهله. عاوز اقول لك اللي حصل لمحمود ممكن يحصل لاي حد فينا، لان كلنا جينا هنا عندنا نخوه وكرامه. انا واحد من الناس لما يبقى عليا ديون بتعب نفسيا جامد جدا، ولكن ما بسيبش نفسي لنفسي. فممكن يحصل ليك او ليا او لاي حد، وده معناها ان عندك نخوه وكرامه. ولكن خلي بالك من نفسك ان هي توسوس لك كتير وتقعد تفكر كتير، لان التفكير كتير بيتعب النفسيه. من فضلكم بترجاكم ملوش اي حد في الدنيا غير 6 اخوات بنات. ربنا سبحانه وتعالى مسخرنا ان احنا نقدر نقف جنبه ونوصل مشكلته للناس كلها في ايطاليا علشان تساعده. محمود دلوقتي في مستشفى بولونيا، محتاج حد بيفهم في القانون يساعده لوجه الله، مش محتاجين اي حاجه غير كده. ادعوا لمحمود في التعليقات من فضلكم، وربنا ما يوريها لأي حد فيكم ولا في عزيز عليكم. إن شاء الله ربنا يشفي محمود ويقومه بالسلامة ويرجع أحسن من الأول ونفرح بيه ويفرح أهله بيه إن شاء الله. شكرا جدا لحضراتكم وآسف على الإطالة. السلام عليكم.